قامت بينه وبين الجيش الأسباني معركة، لكن اتفرم فيها الجيش الأسباني وقتل منه أكتر من 18,000، ده غير المئات اللي أسروا، وما رجعش منهم غير 600 عشان يحكوا اللي حصل. ده مين؟ ده محمد بن عبد الكريم الخطابي. فالجماعة محبين جيفارا لازم يحضروا هنا، لأن هم هيشوفوا وهيسمعوا عن جيفارا تاني خالص. ومحمد عبد الكريم الخطابي ده من أعظم شخصيات الإسلام بسبب اللي عمله. وإلى محبين جيفارا، فالراجل ده هو اللي ألهم وعلم جيفارا إزاي يناضل وإيه الطرق اللي هيقاوم بيها. طب مين هو وعمل إيه؟ فخليك معايا. شوف يا سيدي، محمد عبد الكريم الخطابي اتولد في المغرب في مدينة أغادير سنة 1883. وأبوه يا سيدي عبد الكريم الخطابي من بدايته أحسن تربيته، فعلمه اللغة العربية وحفظه القرآن، ومن بعدها راح بعته لجامعة القرويين عشان يتعلم الحديث والفقه والعلوم الشرعية. واشتغل محمد عبد الكريم مدرس وصحفي في جريدة أسبانية بعد ما اتعلم اللغة الأسبانية، وبعدها اتعين قاضي القضاة في مدينة مليلة المغربية. في الوقت ده يا سيدي كانت الدنيا خلاص اتقسمت ومش باقي غير المغرب. أنظار الدول الغربية بدأت تروح عليها، فأسبانيا خدت حتة من ناحية الشمال، وفرنسا خدت حتة من ناحية الجنوب، بعدها رجعت فرنسا خدت حتة تاني في الوسط، واسبانيا دخلت شويه على الريف المغربي، وبلد زي بريطانيا طردت في حته تانية وسابوا ايدها خالص في بلد زي مصر. والفكره ان الدول الغربيه لما بتحط ايدها على بلد او تحتل بلد دايما بيكونوا معتقدين ان الارض دي ارض عاديه وشعبها شعب عادي ومحدش هيقاوم ولا هيتكلم. لكن في المغرب كان عبد الكريم الخطابي كان ليه راي تاني، فالراجل قرر ان هو مش هيسكت، فراح جاب عياله الاثنين وجاب اخوه عبد السلام الخطابي وقرر ان هو يقاوم، وقرر ان هو يجمع القبائل المغربيه على رايه واحده اللي هي رايه الاسلام، وبداوا ان هم يراسلوا الخليفه العثماني. لكن يا سيدي عبد الكريم الخطابي مات من قبل ما يتم مشروعه، وقيل ان هو مات بالسم. لكن المهم ان القبائل المغربيه اختارت محمد عبد الكريم الخطابي ان هو يتولى القياده. ومحمد عبد الكريم الخطابي يا سيدي اول ما مسك القياده كان تفكيره كله منصب على تجهيز وتجميع القبائل المغربيه، وان هم ينسوا خلافاتهم اللي بينهم وبين بعض ويتجمعوا على حاجه واحده اللي هي مقاومه المحتل. وفضل الحال ده لفتره من الزمن، لكن بعدها قدر ان هو يجمع مقاومه او جيش مكونه من 3000 واحد. ومحمد الخطابي كان عنده اسلوب في مقاومه الاحتلال، والاسلوب ده اتعلمته ناس تانية في دول تانية. ومن ضمن الحاجات اللي كان بيعملها مع الاحتلال نظام حرب العصابات، يعني انت تضرب ضربتك وتجري، وعلى بال ما عدوك يفوق من الضربه يكون انت قاعد في البيت وبتشرب شاي. طبعا الاسلوب ده او حرب العصابات ده مرهق لاي جيش نظامي. والحاجه التانية نظام حفر الخنادق، واللي هي بتكون جايه من بعيد لغايه ما يوصل بيها لتمركزات عساكر الاحتلال، وبرضه يضرب ضربته بكل سهوله. والخطابي كان عامل خسائر كبيره في صفوف الاسبان، فالاسبان قرروا ان هم يبعتوا جيش كبير وحلو كده بكل معداته عشان يخلصوا من الخطابي. الخطابي عرف فبدأ يسحبهم لجوه لغايه ما وصلوا لمنطقه الانوال، وقامت المعركه. والخطابي يا سيدي اللي كان جيشه بس مكون من 3000 واحد فرم الجيش الاسباني وقتل منهم 18,000 وغير المئات اللي اسرهم، وما رجعش منهم غير 600 عشان يحكوا اللي حصل. والمعركه دي كان ليها اثر كبير في استمرار المقاومه. اولا الخسائر كانت بالنسبه للخطابي او بالنسبه للمغرب كانت مش كبيره بالنسبه للي عملوه في الاسبان، كان عندهم 500 شهيد و600 جريح. لكن الغنائم يا سيدي كانت كبيره، كانت 100 مدفع كبير و200 مدفع صغير و1000 رشاش و30,000 بندقيه، ده غير ملايين من الطلقات او الرصاص. طبعا ده رفع الروح المعنويه عند المقاومه وخلاهم ان هم يحسوا ان هم قادرين ان هم يقاوموا الاحتلال. وفرنسا يا سيدي بعد الهزيمه بتاعت الاسبان خافت وبدات ان هي تستعد، والاسبان بسبب كل الخسائر اللي كانت عندهم في المعدات وفي الارواح تم اقاله قائد الجيش وتغيير الحكومه. وعلى فكره الهزيمه دي وعمليه الفرمه اللي عملوها المغاربه في الاسبان مش جديده عليهم، ده هم عملوها قبل كده برضه مع البرتغاليين في معركه وادي المخازن، واللي البرتغاليين فيهم اتفرموا خالص لدرجه ان كل القاده بتوعهم ماتوا ومفيش اي حد يحكمهم، فسيطرت اسبانيا على البرتغال. واسبانيا يا سيدي اللي اتهرست من الخطابي دخلوا برضه في حروب ومعارك تانية، لكن كان النصر فيها للخطابي. وبعد المعركه دي الدنيا اتغيرت خالص. الخطابي اعلن تاسيس جمهوريه الريف المغربيه، والجمهوريه دي يا سيدي كان فيها كل حاجه لشكل الدوله، كان فيها جيش ومجلس وفيها قضاء. والخطابي خلال 5 سنين حاول ان هو يعلم الناس الدين الصحيح بعيدا عن الشعوذه والدروشه والموالد، وبدا ان هو يرسل بعثات علميه لدول بره. طبعا حاجه زي كده ودوله بالشكل ده وشخص بالقوه والذكاء ده بالنسبه للغرب ما ينفعش ان هو يكمل، لان هو مش بيهدد مصالحهم بس، لا ده بيهدد وجودهم اصلا. قيام دوله حره ممكن يخلي مناطق تانية ان هي تحاول تعمل زيهم. فقررت يا سيدي فرنسا ان هي تتحالف مع الاسبان للقضاء على الجمهوريه الجديده والقضاء على الخطابي، وعملوا جيش كبير قوامه نص مليون عسكري، طبعا معهم دبابات ومعدات كبيره. الخطابي كان معاه 60,000 عسكري، لكن ال 60,000 عسكري دول فضلوا فتره كبيره صامدين وثابتين ضد الفرنسيين والاسبان.
فبدأ الفرنسيين والأسبان إن هم يدوروا على حيل تانية، زي حيلة إن هم بدأوا يرموا منشورات من الطيارات بيقولوا فيها إن أي حد هيرمي السلاح محدش هيكلمه ولا هيجرب منه. لكن الحيلة دي ما نفعتش والمقاومة برضه فضلت ثابتة. فدخلوا يا سيدي على الحيلة التانية المتعارف عليها اللي هي حيلة الخونة. فبدأوا إن هم يشتروا زمم بعض شيوخ الطرق الصوفية، واللي كان الخطابي أو محمد عبد الكريم الخطابي كان بيحاربهم وبيحارب الدروشة والشعوذة والموالد اللي كان بيعملوها. فأصدروا فتوى بعدم جواز القتال مع محمد عبد الكريم الخطابي، وكانوا بيحاربوه. والأسبان والفرنسيين استخدموا جميع الأسلحة، استخدموا أسلحة كيماوية ومواد سامة. وللأسف يا سيدي مع قلة مخزون الأسلحة ومع قلة مخزون الأكل مات عدد كبير من صفوف جيش الخطابي. فسقطت جمهورية الريف المغربية، وسلم الخطابي نفسه سنة 1926 للقوات الفرنسية. وتم نفي يا سيدي الجزيرة في المحيط الهندي، وفضل فيها 20 سنة 20 سنة منفي من قبل فرنسا اللي هي أصلا بتنادي بالحريات، وكلام كبير هم مش مؤمنين بيه. المهم يا سيدي بعد 20 سنة من النفي قرروا ان هم ينقلوه لفرنسا. لكن هو في طريقه لفرنسا عدى على مصر، فقابل الملك فاروق. لما عرف محمد عبد الكريم الخطابي طلب من الملك فاروق اللجوء السياسي او ان هو يفضل في مصر، فوافق ورحب الملك فاروق بيه. وجيفارا يا سيدي جاء لمصر مخصوص لمحمد عبد الكريم الخطابي عشان يتعلم منه حرب العصابات وحفر الخنادق. ويقال ان كان في تواصل كبير لفترة كبيرة بينهم. وانتقل لرحمة الله محمد عبد الكريم الخطابي سنة 1963. وعلى فكرة في كلام كتير عن محمد عبد الكريم الخطابي ومش هيخلص في فيديو، ده محتاج فيديوهات. لكن انا حبيت بس في الفيديو ده اعرفك مين هو محمد عبد الكريم الخطابي. والناس برضه اللي شايفه ان جيفارا ده حاجه كبيره وما حصلتش، لا، في ناس تانية ومسلمين واكبر منه وهم اللي الهموا وعلموا جيفارا وغيره. ولازم نتكلم عن الشخصيات دي والناس تعرفها. تخيل كده لو ما فيش حد يتكلم عن الشخصيات دي، اكيد او مش بعيد بعد كام سنه هيكون حسن شاكوش وحمو بيكا هم المناضلين.